يا ساتر. تفضل انزل. اهلا اهلا، نورتوني. تفضل. بص صلى على النبي. عليه افضل الصلاة والسلام. بص حضرتك، احنا جايين وطالبين القرب منك، وبصراحة كده قلنا انت اولى من الغريب، وطالبين بنتك لاخويا جاد. وماله، مش هلقى حد احسن منكم، بس انا لي شروط. وماله، اتفضل قول شروطك. ماشي يا شيخ العرب، بس شروطي هاخذ القايمة زي بنت عمي ب750,000 والعشاء 250. بص، اولا القايمة دي يعتبر ورق، بس العشاء 250,000 جنيه بصراحة غالي، واحنا ناس على قد حالنا. خلي البساط احمد شوي. والله ده اللي عندي، مش عدلكم خلاص. يا استاذ احنا مش عم بيع ونشتري ولا مؤاخذة في حتة بيت، ده جواز. وبعدين يعني ال 250,000 جنيه كثيرة بصراحة، خليها 50,000 جنيه، واحنا ناس غلابة على باب الله. يا عم الحاج، انت هتجوز بنتك ولا عايز تتاجر تجارة؟ دي اسمها تجارة مش جيزي. ازاي انت تاخد 200,000 و250,000؟ ده عشي اللي راح تعشي محافظة. انتوا ليكم حاجة عندي؟ انا لو طلعت بنتي وجوزت اقل من ابنتة عمي الناس في الشارع هتاكل وشك. ده انا لما اجيب العفشة البت واحطها في العربيات الحريم كلها ما تصور بالتلفونات عشان نشوف العفشة دي كتيرة ولا قليلة. يا عم الحاج بالله عليك ما تبصش للفشخرة الكدابة دي. وبعدين يعني قلت لك خلي البساط احمد دي مشي الدنيا، ولا انتوا هتاخدوا بالمظاهر الكدابي 5 عربيات عفشي و300,000 عشي و250 ليه؟ انت هتبيع وتشتري في بيتك. وبعدين ستر الولاية زين حاجة حلوة، كفاياكم بسط المظاهر الكدابي، ولا دايما فلوس ولا دايما اراضي. وبعدين احنا شاريين، وانتوا لو شاريين مش هتدوروا على فلوس، دوروا انكم هتشتروا راجل يسترها، واهم حاجة يكفي بيته ويكون وكيلها بالحلال من عرق جبينه. لكن انتوا مش هتدوروا على كده، هتدوروا على فلوس. مش مهم جايبها منين، المهم انه معاه فلوس. فلوس وبس. اسمع، الفلوس تشتري السرير بس ما تشتريش النوم. الفلوس تشتري الدواء بس ما تشتريش الصحة. والفلوس تشتري اي حاجة الا الاصل. طب امانة عليك، سألتني اخويا هيصلي ولا لا؟ ما سألتنيش. سألتني ان الراجل ده صالح ولا مش صالح؟ ما سألتنيش. اول ما نطقت من بقك اتكلمت في الفلوس. لا مش كلام ده، وما تضايقوهاش يا ريت على الشباب، لان الشباب دلوقتي كتر خيره هلقاها منين ولا منين ولا منين. كل حاجة عايزين تعبوا في حجركم. والله دي شروطنا، عاجبكم ما عاجبكمش اتوكلوا على الله. السلام عليكم. يا رجل كنت سترت بنتك يا راجل، مش كل حاجة الفلوس. وغيرك ده الرجل على قد حاله وشارع وسمعته زينة في البلد ورجل صالح. يا ابوي نحن معانا فلوس واراضي وهم طمعانين في المال بتاعنا، وبعدين في الشارع لو تعركت مع حد من الجيران يعيروك. مالك انت ومال الناس، اهم حاجة يستر بنتك. ده هو راجل مؤصل وصالح بس على قد حاله، ده اللي تبع كلام الناس يرجع 100 سنة لورا. والله عندك حق، انا اتسرعت في قراري، والجماعة دول انا مش هسيبهم ورن عليهم، وانا هديهم بنتي. خير ما عملت والله. خلاص يا ولد عمي انا هرن عليهم. روح يا ولد.